السلام عليكم الإخوان، في هاد الفيديو غادي نشرحوا الفرق ما بين السلك الأنسنك والدوسك ونعرفوا شنو كيصلح لكل واحد فيهم باش تختاروا السلك المناسب في التركيبات الكهربائية ديالكم. الفرق في المقطع العرضي، العرض ديال الأنسنك عنده مقطع صغير يعني النحاس اللي فيه قليل، بالنسبة للسلك ديال الدوسنك فيه نحاس اللي هو أكثر ويقدر يتحمل تيار أكبر. فرق في الكمية ديال الأمبير، بالنسبة للأنسنك كيتحمل تقريبا 7 ديال الأمبير، أما بالنسبة للسلك ديال الدوسنك كيتحمل حتى ل 11 أمبير. هادشي مهم باش ما يسخنش السلك ولا يوقع فيه شي مشكل ديال الحريق. فاش كنستعملوهم؟ بالنسبة للسلك الأنسان كنستعملوه غالبًا في الإنارة، الضو، ولا الأجهزة الصغيرة بحال الراديو أو الشارجور. السلك الدوسن كنستعملوه في البريز، الماخيل الكهربائية، ولا الأجهزة اللي كتشرب تيار بزاف بحال الثلاجة، الماكينة ديال التصبين، حتى المكيفات الصغيرة. نصيحة: ديما قبل ما تركب شي سلك شوف شحال كيشرب الجهاز ديالك من الأمبير واختار السلك اللي يناسبو، وخدم ديما بأسلاك بجودة مزيانة ومعايير معترف بها بحال أنجيليك والنيكسونز. اللي عجبو الشرح دائما يدير سبسكرايب والاشتراك في القناة باش ديما ان شاء الله يوصلوا الجديد. خلينا شي تعليق اللي عنده شي موضوع حطوا لنا في التعليق باش المره الجايه نهضروا عليه ان شاء الله. تحياتي للجميع.